تعالوا وياي خلي نسوي أطيب مرقة لوبيا باللحم. شوفوا الفيديو مال تفريز اللوبيا راح تستفادون من عنده. أول شي خليت الجدرية على النار إلى أن تحمى، خليت الزيت، انتظر شوية الزيت يحمى، بعدين أخلي قطع اللحم اللي أني غاسلتها مسبقا ومحضرتها. اللحم استعملت لحم غنم، انتوا تريدون تستعملون لحم عجل، هذا الشي كلش براحتكم حسب نوع اللحم اللي انتوا تحبوه. أخلي اللحم وأنتظره إلى أن يصير لونه ذهبي، بعدين أقلب اللحم. قولولي شنو أطيب مرقة انتوا تحبون تسووها. كلش أحب أسوي مرقة اللوبيا لأنه مرقة صيفية وتكون فريش، وأهمين بيها هواية فوايد. هسه من صار اللحم لونه ذهبي أقلبه. بعدين أني ثارمة بصل ناعم، بصلاية واحدة خليته وأقلب المكونات مع بعض. هسه أنا محضرة ملح وكمون وكركم، خليتهم مع بعض أيضا. فلفل أسود اللي ما نستغنى عنه، تقريبا أنا الفلفل الأسود أخليه بكل المرقات. بعدين أخلي المعجون ملعقتين معجون خالة، وسويت تقريبا 3 إلى 4 طماطات سويتها بالخلاط، خلطتها أيضا سويتها على صفحة حتى أخلي للمرقة. انتظر المكونات تمتزج مع بعضها وأخلي الطماطة اللي أنا سويتها بالخلاط. هسه أجيب المي الحار اللي أنا مفورته وأخليها على النار، أبقيها تقريبا 40 إلى 45 دقيقة إلى أن يستوي اللحم، وأجي أخلي فوقها اللوبيا اللي أنا مسبقا مقطعتها. تقريبا اللوبيا أخذت 25 دقيقة واستوت وصارت كلش طيبة. تعالوا خلي نصب. أنا حضرت التمن على صفحة طبخته، وتعالوا هسه خلي نصب الطبق لأن أنا كلش جعت، بس لو تشوفون الريحة ترست البيت، كلش طيبة. شوفوا اللحم شلون مستوي وجوسي وكلش طيب. إذا سويتوا هاي الأكلة كتبولي بالتعليقات، تسووها وتاكلوها وألف عافية. لا تنسون تشتركون بالقناة وتسوون لايك للفيديو وتفعلون الجرس حتى توصلكم وصفاتي أول بأول.